أنا معي في هذا الاستديو ضيف عزيز علينا الحقيقة، وهو من المهتمين بالنشاط والحراك الثقافي، بل ويقف على هرم النشاط الثقافي في مدينة الطائف، رئيس نادي الطائف الأدبي، الإعلامي أيضا المعروف الأستاذ عطلة الجعيد. فباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ عطلة. حياك الله أستاذ عطلة. مرحبا دكتور خضر في الطائف، وأرحب بك وبالإخوة والأخوات متابعي قناة الثقافية وهذا البرنامج الناجح الذي يرصد السياحة والصيف في مناطق ومدن المملكة. نعم، بداية أستاذ عطلة، يعني أنت زميل إعلامي وأيضا تقف على هرم المشهد الثقافي في الطائف من خلال ترأسكم لنادي مكة، لنادي الطائف الثقافي الأدبي. بداية قبل أن نتحدث عن الحراك الثقافي وتحديدا في صيف الطائف، بودي أن يعني تحدثني عن صيف الطائف، كيف شفتم أو كيف رأيتم وشاهدتم ولاحظتم ولمستم المصطافين ووصول أعداد المصطافين إلى الطائف، المتنزهات، المهرجان وفعاليات المهرجان التي أدرجت بشكل عام في هذه السنة أو هذا العام. نعم، والله في البداية كلنا شاهدنا رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لانطلاق فعاليات مهرجان صيف هذا العام بمدينة الملك فهد في الحوية، وحضوره لافتتاح هذا المهرجان دعم كبير لفعاليات الصيف بشكل عام. أعتقد الإخوان في اللجنة العامة للتنشيط السياحي ومجلس التنمية السياحية برئاسة معالي محافظ الطائف الأستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر يبذلون جهدا واضحا وملموسا عاما بعد عام في وضع برامج جديدة وأنشطة مختلفة. نعم. لاستقبال السياح والمصطافين عن البرامج التي في السنوات الماضية. نعم. وتتعدد هذه المناشط من مناشط سياحية ترفيهية، كذلك دينية وثقافية وغير ذلك، ودليل كبير على أهمية هذا ما يقومون به تعاون رجال الأعمال في محافظة الطائف من خلال مساهمتهم في برامج التنشيط السياحي وكذلك المنتزهات والحدائق في الطائف عبر المواقع السياحية المختلفة من منطقة الشفا وكذلك منطقة الهدى، والمواقع كثيرة يصعب رصدها الآن، ولكن هناك مشاريع تنموية تبذل للارتقاء بالجانب السياحي في محافظة الطائف. واليومين السابقين وجدنا توافد أعداد كبيرة من المصطافين والزوار من داخل المملكة ومن خارجها. حتى أن هناك عدد من الأخوة الخليجيين يمتلكون منازل في الطائف ويأتونها فقط في الصيف، في الصيف وكذلك في مواسم أحيانا الإجازات وفي رمضان وفي الحج. ولا شك أن الطائف منطقة مركزية محورية للجميع سواء من الجنوب أو من الشمال أو من دول الخليج، وهذا يعطيها اهتمام كبير على خارطة السياحة بشكل عام في المملكة. نعم، بدي أسألك أيضا أخوي عطلة بالنسبة لجدول الفعاليات، فعاليات مهرجان الصيف في الطائف، مدى رضاكم عن الفعاليات الثقافية التي تخصكم أنتم في جدول الفعاليات؟ والله أولا في البداية اسمح لي أتحدث أننا في مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي. نعم. نحن مجلس منتخب جديد، لم نتسلم مهام إدارة النادي الأدبي إلا قبل 3 أشهر تقريبا، و3 أشهر فترة وجيزة جدا، ولكن استطعنا خلال مع الزملاء في أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية أن نضع برنامج نواكب فيه موسم الصيف. ولدينا في النادي الأدبي هناك برنامج أسبوعي من أمسيات شعرية وكذلك قصصية ومحاضرات عامة. تم تحديد موعد كل يوم أحد لإقامة مثل هذه الفعالية في نادي الطائف الأدبي الثقافي الذي يقع في حي الفيصلية، وهي دعوة عامة للمصطافين والزوار أن النادي يفتح أبوابه
يوميا لكل من يريد أن يتطلع إلى معرفة أو إصدارات النادي، أي شيء يريد عن الطائف إن شاء الله سيجده في النادي من كتب ثقافية وكذلك كتب سياحية وغير ذلك. يعني نحاول أن إن شاء الله نساهم بما نستطيع. معلش يعني لا مؤاخذة على المقاطعة، بودي أسألك أيضا أستاذ عطا الله، بالنسبة ل أنتم مساهمتكم كنادي الطائف الأدبي، وإن كنتم يعني مجلس منتخب قريبا من 3 أشهر تقريبا، هل ساهمتم في إدراج فعاليات معينة للنادي في جدول فعاليات مهرجان صيف الطائف لهذا العام؟ نعم، لا شك هناك برنامج يعتمد من إمارة منطقة مكة المكرمة، وهو موجود على موقع النادي على الإنترنت، وكذلك موجود على صفحة النادي على الفيسبوك. واسمح لي قبل أن أتحدث عن ذلك، مهرجان الورد الطائفي الذي تم قبل شهر تقريبا، قبل شهر يعني ساهم نادي الطائف الأدبي في فترة وجيزة بعمل جناح خاص متكامل لإصدارات النادي بأكثر من 1000 كتاب تم توزيعها على جميع زوار مهرجان الورد. وكذلك ساهم النادي بإصدارات للأطفال وزعت على مسرح المهرجان، إصدارات خاصة للطفل مع هدايا رمزية كانت توزع. يعني منذ أن استلمنا إدارة النادي ونحن نسارع الخطى للمشاركة في أي نشاط في الطائف، سواء نشاط سياحي أو نشاط ثقافي أو أي نشاط آخر يعني. جميل. طب بودي أنا أتعرف من خلالك أستاذ عطا الله، وأنت رئيس نادي الطائف الأدبي، عن الفعاليات التي ساهمتم من خلالها كفعاليات ضمن جدول مهرجان صيف الطائف. نعم، هو الحمد لله يعني قبل أسبوعين تقريبا انطلقت أولى فعاليات البرنامج الثقافي. نعم. وكانت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر الكبير عبد الله الصيخان والشاعر محمد يعقوب وكذلك الشاعر لطيفة قاري. وكانت أمسية شعرية رائدة، ولأول مرة تم شراء 100 نسخة ديوان من كل شاعر على حساب النادي، وتم توزيعها مجانا على رواد تلك الأمسية مع أخذ توقيعات. كان الحضور يفوق 100 شخص ما بين الرجال والنساء، وكانت انطلاقة الحمد لله موفقة. كذلك الأسبوع الماضي كان هناك، الأسبوع قبل 3 أيام، ندوة كبيرة عن الإعلام الإلكتروني في المملكة. تم استضافة مدير عام الإعلام الإلكتروني في المملكة الأستاذ طارق الخطراوي، وكذلك تجربة صحيفة سبق الإلكترونية. كان حضور وندوة ساخنة ثقافية إعلامية. وإن شاء الله يوم الأحد القادم لدينا أمسية قصصية للأستاذ محمد الشقحة، وسيديرها القاص الأستاذ عقيل الغامدي. والأستاذ محمد الشقحة هو من أبناء الطائف، وهو سكرتير نادي الطائف الأول، وأقل تقدير نقوم بتكريمه أن ندعوه لناديه، وكذلك أن نعيش أمسية قصصية كأقل واجب نقدمه لمثل هذه الشخصيات الثقافية التي ساهمت في إبراز نادي الطائف الأدبي منذ التأسيس. نعم، وأكيد هناك أيضا فعاليات أخرى. طبعا سيكون الأسبوع الذي يليه إن شاء الله نقدية للدكتور حسين المناصرة، وسيكون الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تكريم لعدد من أبناء وبنات الطائف الذين حصلوا على جوائز في المجال الثقافي داخل المملكة وخارج المملكة. سنكرم كل شخص في الطائف يحصل على جائزة ثقافية سواء داخل المملكة أو خارجها، كنوع من التقدير والعرفان بهذا. بأمانة أخوي عطا الله، فعلا مناشط رائعة وجهد مميز لمجلس إدارة نادي الطائف الأدبي، يعني منذ تولي استلام هذا المجلس وبرئاستكم الحقيقة في النادي. وهذه الفعاليات التي أنت ذكرتها وغيرها، أنا أعلم من العديد من الفعاليات في جدول المهرجان التي أدرجتوها ضمن جدول المهرجان، وأنتم أصلا يعني طوال العام وأنتم لديكم الحقيقة فعاليات. ونادي الطائف من الأندية المتميزة أيضا في الفعاليات الثقافية. بأمانة نشاط وجهد تشكرون عليه، وخاصة مع مجلسكم الجديد وبرئاستكم أستاذ عطا الله. ولا أقولها مجاملة لك، أنت رجل مجتهد وجميل وتبحث دائما عن الإبداع وتقدر من يعمل، وتكريمكم لعدد من الشخصيات هذا دليل على ما أقول. سأتحدث معك عن المناشط الثقافية الأخرى، وعن أيضا العضويات الشرفية اللي بدأتم تمنحونها كبرنامج جديد وفكرة جديدة. هناك لدينا برنامج دكتور، برنامج وفاء
هذا البرنامج يمنح لأبناء الطائف وبنات الطائف الذين غادروا الطائف وكان لهم إسهام من باب الوفاء أن ندعوهم للنادي ونكرمهم ونقدم لهم جزءا بسيطا مما قدموه لهذه المحافظة. سأتحدث معك حول ذلك إن شاء الله بعد أن أنتقل إلى زميلي ظافر الخثعمي يتواجد في ردهات منتزه الحدبان السياحي لإجراء لقاءات مع زوار ومستضيفين الطائف وتسجيل انطباعاتهم، ثم نعود نكمل حديثنا. نستعد عطلة.